قلنا عشان الواحد يبقى فول ستاك لازم يبقى فرونت اند انجينير او لازم يبقى باك اند انجينير. في الاخر انت سوفت وير انجينير قبل كل ده. كسوفت وير انجينير لازم يبقى في شويه كونسبتس كده انت عارفها. لازم تبقى فاهم داتا ستراكشر كويس جدا، لازم تبقى فاهم الجوريزمز كويس جدا، لازم تبقى فاهم بروبلم سولفينج كويس جدا. معظم الشغل عندنا عامه هو بروبلم سولفينج، هو مشاكل، مش مشاكل شخصيه يعني، بس هي مشاكل من نوع انه في عندي حاجه عايز اعملها ومش عارف تتعمل ازاي، فالمفروض الاقي لها حل. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات لونش بريك. النهارده احنا عندنا حلقه مميزه لانه ناس كتير جدا كانت مهتمه تعرف عن مجالات السوفت وير وتحديدا الفول ستاك، والنهارده حلقتنا هترد على كل اسئلتهم باذن الله. حلقتنا مع محمد كامل سينيور فول ستاك انجينير، هيكلمنا بالتفصيل عن كل ما يخص السوفت وير انجينيرنج وتحديدا في الحته بتاعت الفول ستاك. اهلا بيك يا محمد، عامل ايه؟ اهلا بيك يا فاديه، كله حلو الحمد لله. انت عامله ايه؟ كله عظيم الحمد لله. الحمد لله. قبل ما نبدأ، في ناس كتير لسه بتبتدي في مجال السوفت وير، ممكن ما يبقاش عارف الفرق بين المسميات، فنحب نشرح له ايه هو الفول ستاك. طيب الفول ستاك مبدئيا هو عباره عن تو رولز، وظيفتين في رول واحد او في وظيفه واحده. ده جه منين؟ خلينا نرجع للهيستوري شويه، يعني نشوف الاسم او الكونسيبت ده جاي منين اصلا. في السبعينات والثمانينات اول ما البرمجه ما بدات، كان هو في مبرمج او مهندس برمجيات واحد بيشتغل على البرنامج من اوله لاخره بيطلعه. كانت الحاجات بسيطه، كانت معقده، وكان الساينس او العلم لسه في بدايته، فكانت الحاجه معقده، لكن كان في شخص واحد هو اللي بيقوم بالمهمه دي كلها. شويه بشويه مع ظهور الانترنت، مع ظهور السيرفر وكلاينت او النتوركس عامه عندنا والانترنت، بقى في امكانيه ان كذا حد يشتغل على نفس البرنامج. فهنا بدا الموضوع يتفرع اكتر. بدا انه طب ما طالما في كذا حد ممكن يشتغل على نفس البرنامج، ما هو لو كل حد مميز في مكان معين خليه يشتغل بيه. ففي اواخر الثمانينات بدا الكونسيبت ده يظهر. ما كانش اسمه فول ستاك، لكن الفكره نفسها بدات تظهر. نجري بالتاريخ شويه، طبعا الفكره دي بدات تظهر وتختفي على حسب التكنولوجيا بتتعقد او بتتبسط، على حسب ايه البرامج او الابلكيشنز اللي الناس عامه محتاجينها. لحد ما في سنه 2008، من سنه 2008 لحد دلوقتي، كل التركيز بقى قايم على الويب سايتس والموبايل ابلكيشنز. فبقى في دايما فكره ان في البرامج اللي انا بعملها اي حد ممكن يستخدمها عن طريق الانترنت او عن طريق الموبايل، يعني كويب سايت او كموبايل ابلكيشن. ففي دايما واجهه المستخدم بيشوفها، ده اللي بنسميه الفرونت اند، اللي المستخدم شايفها قدامه سواء على الجهاز او على الموبايل او على اللابتوب قدامه. وفي كل الحاجات اللي بتحصل ورا اللي هو مش شايفها. الداتا بتاعته بقى فين، اللايفز مثلا اللي بتحصل، يعني ممكن ناخد مثلا ابلكيشن على اي ابلكيشن على سبيل المثال، تيك توك مثلا او انستجرام، الداتا دي كلها محطوطه فين؟ طب ايه الالجوريزم اللي بيجيب لي مثلا الحاجات اللي انا مهتم بيها، مهتم ان انا اشوفها؟ الكلام ده كله مش بيحصل على الموبايل عندي، بس في الاخر انا بشوف الحاجه دي على الموبايل. فكل اللي بيحصل بنسميه ورا، او يعني في ظهر الابلكيشن ده اسمه الباك اند. فهم دول تو رولز اللي عندي، في فرونت اند وفي باك اند. الفول ستاك هي وظيفه بتجمع الاثنين دول، بمعنى ان هو حد قادر يعمل الاثنين دول، سواء الموبايل ابلكيشنز او الويب سايتس. لكن المصطلح بيطلق اكتر على اللي بيقدر يعمل ده بالنسبه للويب سايتس. اللي بيقدر يعمل ده بالنسبه للويب سايت هو دايما اللي بيبقى اسمه فول ستاك، ولكن ممكن بالزبط يبقى في فول ستاك للموبايل. فانا بالنسبه لي بحب دايما اشبهها باللاعب الكوره الجوكر. يعني في لاعيبه كوره كده بيعرف يلعب في اكتر من بوزيشن، اكتر من موقع. هو لسه كل موقع ليه تفاصيل مختلفه، ليه مهارات معينه لازم يكسب. اكيد المهاجم مش زي اللي بيلعب في خط النص، مش زي المدافع، صح. في لعيب بيعرف يلعب في موقعين، في 2 بوزيشنز، في 3 بوزيشنز، لعيب جوكر كده بالنسبه لي. هو ده فكره الفول ستاك عندنا. لما كمان البيزنس عامه تبقى كلها بتطلب نفس النوع من الابلكيشنز، دايما كله بيطلب يا ويب سايت سواء فرونت اند وباك اند، يا موبايل فرونت اند وباك اند. فبتظهر الناس طبعا تقول طب ما انا لو عرفت الاثنين دول، او الشركات نفسها لو انا عرفت اجيب حد بيعمل الاثنين دول هيبقى الموضوع اسهل بالنسبه لي. صح. فهو ده حاليا عامه كونسيبت الفول ستاك في الماركت. ليه ممكن حد يختار الفول ستاك دونا عن المسميات التانية اللي احنا قلناها، سواء كان هيشتغل في الفرونت اند او في الباك اند او في حتة متخصصة؟ ازاي بيتم عملية الاختيار ليه
وهو بيختار نفسه انه يروح الحته دي بيزد على ايه؟ في المجمل هم حاجتين. اول حاجه هو الشخص ده هدفه ايه، او ايه اللي شايفه، ايه اللي هو بيحاول يوصل له. هل هو بيحاول يشتغل في شركه معينه؟ هل هو بيحاول يبدا يبني ستارت اب هو مع نفسه؟ هل هو في عندنا كونسبت برضو في المجال اسمه الفريلانسر ده اللي هو حد مش شغال في شركه، مش عامل حتى هو شركته، ممكن يكون عامل شركه او مش عامل شركه، لكن بيجي حد عايز يعمل بروجكت معين، بيدور على انجينير يعمل له الابلكيشن ده او البروجكت ده، فبيدور اونلاين او اوفلاين، بيوصل لحد طيب خلاص هتفق معاه ان هو يعمل لي البروجكت ده. فده فكره الفريلانس، انا مش شغال في شركه معينه تبع كيان معين، لكن بشوف البروجكتس اللي انا اقدر اعملها وبعملها. فلو انا مثلا ده هدفي، ده اللي انا عايز اوصل له، فاكيد كون ان انا ابقى فول ستاك، ابقى عارف اعمل فرونت اند وعارف اعمل باك اند بتاع الابلكيشن، ده هيفيدني جدا ان انا اعرف اخد بروجكت على بعضه واخلصه لوحدي من غير ما اشوف حد تاني مثلا يخلص لي الجزئيه دي، او اقول للي عايز يعمل البروجكت ده لا ده انا مش هينفع لوحدي، لا ده انت محتاج تهاير حد تاني معايا والموضوع يتعقد. فده مثلا مثال. تاني حاجه اللي بتحكم هي الشركات محتاجه ايه. فلو الشركات كلها بتقول لا احنا عايزين فول اند ديديكيتد، ناس متخصصه في الفرونت اند، ناس متخصصه في الباك اند، فساعتها كون ان انا اروح اتعلم او احاول ابقى فول ستاك انجينير مش هيفيدني لو انا عايز اشتغل طبعا في ايه، في شركه من الشركات دي. فبالنسبه لي هم دول العاملين الرئيسيين اللي يخليني اشوف هل انا المفروض احاول ابقى فول ستاك انجينير، ان انا اشتغل في الكارير ده ولا لا. هو الفرص بتاعتي كفول ستاك انجينير لو انا اشتغلت في الحته دي اكتر ليا كفول ستاك ولا اكتر كباك اند وفرونت اند؟ لو انا فريلانسر الفرص بتاعت الفول ستاك طبعا اكتر بكتير، لكن فرص الفريلانس عامه فيها طبعا كومبيتيشن عاليه جدا، لان اي حد بيعمل يعني عايز يعمل بروجكت فريلانس هو مش عايز يشتغل مع شركه معينه، ممكن البروجكت ما يبقاش كبير قوي، ممكن لسه بيجرب فكره مثلا، فما بيبقاش فارق معاه ان الشخص اللي هيشتغل معاه ده مثلا ايه خلينا نقول الكواليتي او الاوتبوت او السيستم اللي هيمشي عليه، او بقى على قد ما هو عايز بيجرب بيشوف حاجه مثلا ايه هتشتغل ولا لا. فلو انا هشتغل كفريلانس هلاقي فرص كتير، لكن برضو كومبيتيشن عاليه جدا لان في ناس كتير جدا بتحاول تعمل الكلام ده. طيب لو انا بتكلم على فكره حاجه مور ستراكتشرد شويه، فكره الشركات، في الشركات الموضوع بيختلف على حسب سنين الخبره. ليه؟ الشركات مش بتوظف حد فول ستاك لسه بادئ او لسه بيتعلم او خبرته صغيره شويه. ليه؟ خلينا نرجع للمثال بتاع الكوره. انا دلوقتي مفيش نادي بيروح يجيب لعيب جوكر من الصفر، مش متاسس اساسا. ليه؟ علشان فرصه المكسب والخساره اللي هتيجي من ورا اللعيب ده مش مضمونه، مش محسوبه، ما هياش مضمونه خالص. انا في الاول لازم املى الرولز اللي موجوده عندي، ولو حد ناشئ طب حلو ده بيلعب في مركز ايه، المركز الفلاني، طيب هاخده واجربه، ولو طلع منه لعيب جوكر بعد كده مش مشكله. حلو، لكن اللعيب الجوكر لازم يبقى عنده زي ما قلنا كده خبره في مركز او 2 عشان اقدر اعتبره لعيب جوكر. فبالتالي بالنسبه اللي خلينا نقول مثلا لو حد فريش جراد او لو حد لسه جديد على المجال، الاهم من ان انا ابقى بعرف اشتغل فرونت اند وباك اند ان انا ابقى بعمل حاجه واحده الاول كويس. بمعنى ان انا ابقى لعيب كوره في مركز معين، اوكي، بعد ما ابقى لعيب كوره كويس في مركز معين، لا طب ده في مركز تاني مثلا ممكن عندي مهارات معينه، عندي افكار معينه، هعرف ان انا برضو العب فيه، هعرف ان انا برضو افت في البوزيشن ده. فالشركات عامه بالنسبه للفول ستاك بوزيشن، الشركات طبعا بتحب البوزيشن ده جدا. ليه؟ لانه شخص واحد بيقوم بدورين، لكن ما بيقدرش يجيب حد لسه بادئ، وفي نفس الوقت ما بيقدرش يجيب حد متخصص جدا في مجال من المجالات. فانا بالنسبه لي الفول ستاك ده دايما كده رينج في النص بالنسبه للاكسبيرينس، وده الشركات طبعا بتبقى طالبه الرول ده بشكل كبير جدا، لكن محكومين برضو بمين اللي يقدروا يشغلوه في البوزيشن ده. طب انا هقول لك على حاجه بقى، بما اننا تطرقنا لحته الخبره. جميل. هل الفول ستاك محتاج يكون اشتغل اكتر من سنه قبل ما ياخد البوزيشن بتاع ان انا هبقى فول ستاك؟ يعني يبقى اشتغل مثلا كباك اند كذا سنه، كفرونت اند كذا سنه، او اي حد
يعني اي حاجه تانية في الديفلوبمنت قبل ما يروح للتايتل ده، ولا ممكن حد يبتدي فول ستاك من اول سنه بعد التخرج او من اول ما يشتغل؟ لو عايز يشتغل في شركه، ويعني زي ما قلت لي كده معظم الشركات مش هتهاير حد ما عندوش خبره كفول ستاك. في شركات كستارت ابس ممكن بتعمل ده، بس ده ليه؟ فور فاينانشال ريزونز. انا مش هعرف ان انا هاير شخصين. ده ممكن يقلنا عامه للفرق مثلا بين السالاريز او بين الكومبنسيشن بالنسبه للرولز المختلفه دي. لكن في ستارت ابس كتير، شركات لسه طالعه عايزه حد يبقى عندي سوفت وير انجينير، او مش شرط تبقى ستارت ابس، ممكن تبقى شركه كبيره بس في بروجكت. في عندنا في عامه في المجال حاجه اسمها MVP minimum viable product. انا عندي فكره، قبل ما اطرحها عايز اشوف هي اصلا ممكن تعمل ولا لا. فانا هعملها بشكل بسيط قوي، يعني مش هعملها بيرفكت، بس بجرب. انا دي ممكن فول ستاك صغير في الخبره يعمل لي حاجه زي كده. اوكي. لكن الفكره ان ده يعني نادر ومحدود جدا بالنسبه للبوزيشنز اللي معروضه. خلي بالك برضو من حاجه، احنا حاليا تقريبا عالميا في فوق ال 30 مليون سوفت وير انجينير. حلو جدا. مشكله السوفت وير انجينيرنج عامه انه كميه الناس اللي بتدخل في المجال كتير جدا، فالكومبيتيشن فيه عاليه. فبالتالي الشركات بتحاول تدور على احسن فيت بالنسبه لها، ريجاردلس بقى في ايه الليفل اللي شغال فيه، ايه البروجكت مثلا، ايه الستيج اللي هو فيها. تحاول تدور على اكتر حد يفت في المكان ده. ف مش بقول انه لا، يعني حد مثلا لسه بادئ او حد لسه صغير ما عندوش اكسبيرينس كتير ما يقدرش يشتغل فول ستاك، لكن هيبقى صعب قوي ان هو يلاقي رول او يعني اوبورتيونيتي بتفت بالنسبه للاكسبيرينس اللي عنده. الطبيعي انه يبقى باك اند ديفلوبر بيعرف يشتغل فرونت اند، او فرونت اند ديفلوبر بيعرف يشتغل باك اند. وده جاي من ايه؟ من ان لازم يبقى عنده اكسبيرينس الاول في المجال، لازم يبقى جرب يلعب في مركز من المراكز الاول قبل ما يقول انا بعرف العب في مركزين. صح. والا الريسبونسبيلتي اللي هتبقى عليه هتبقى مش متوافقه خالص مع الاكسبيرينس. ده بقى يخلينا بما اننا اتكلمنا عن انه في كومبيتيشن بسبب كميه الناس اللي بتقدم في السوفت وير. انا عايزه اقول لك على حاجه في الحته دي قبل حتى ما اسالك. اللي انا متوقعه انه حاصل ممكن يبقى في 30 مليون سوفت وير انجينير اكروس العالم، بس الفلتريشن بتاع الناس اللي موجوده في احسن شركات في العالم ما يوصلوش مثلا ل 3 مليون. ده حقيقي. والسبب ورا ده اعتقد، يعني برضه صحح لي، انه في ناس كتيره قوي عايزه تبقى جزء من المجال ولكن هم مش ماشيين على الرود ماب الصح، او مش عارفين كل المعلومات اللي محتاجين يبقوا عارفينها. بيشتغلوا في حاجات بسيطة، ولكن لو عايز تبقى من الشركات اللي هي بقى ايه اللي مترتبة على العالم، او تبقى في اكبر شركات في العالم في بلدك او في بلاد تانية، محتاج تحط مجهود اكتر. قبل بقى مسألك هيعملوا المجهود ده ازاي، هو الاوبورتيونيتيز نفسها تستاهل؟ يعني انا بتكلم هنا تستاهل ماديا، العائد المادي بتاعها شكله عامل ازاي؟ طيب هو المجال ده عامة في ناس كتير بتقول ان السوفت وير انجينيرنج او التكنولوجي عامه هي المستقبل. انا بسمع الكلام ده مثلا بقالي 20 سنه. فهي اكشلي مش المستقبل، هي انا بالنسبه لي هو الحاضر والمستقبل. ده ليه؟ ده لانه بالنسبه للبيزنسز، احنا لو خدنا كيس ستادي كده لاي بيزنس، اي شركه كانت شغاله قبل ما تستخدم التكنولوجي وبعد ما تستخدم التكنولوجي، الموضوع مربح بالنسبه لهم جدا، لكن في نفس الوقت مكلف جدا. يعني مجال السوفت وير في ناس كتير مش متخيله، بتقول مجرد ابلكيشن مثلا، يعني اي ابلكيشن مثلا ممكن نستخدمه ده بيطلع فلوس بالشكل الفلاني، او ارباحه مثلا بالشكل الفلاني، مش شايفين برضو الكوست اللي ورا الكلام ده. فهو موضوع بيدفع فيه فلوس كتير قوي، بيكسب الشركات فلوس كتير قوي. ف opportunities كاوبورتونيتيز لسه موجوده. الماركت عامه في السوفت وير انجينيرنج او في الديفلوبمنت بشكل عام، ميزته ان هو بينفع ناس كتير. في ناس كتير هو فليكسبل برضو شويه، يعني في ناس مثلا دلوقتي بتشتغل كتير ريموتلي من اونلاين. لو حد بيسافر كتير، لو حد مثلا ما عندوش امكانيه ان هو بيبقى بينزل شركه كل يوم، فدي حاجه مفيده بالنسبه له. المجال برضو
العلم فيه مش يعني عايز اقول ان هو سهل او ما هواش صعب، لكن هو طويل شويه، يعني هو مجال عميق شويه. فالبارير اوف انتري بالنسبه له مش زي بقيه المجالات. يعني لو خدنا مثلا طب، لو خدنا هندسه بتخصصاتها مثلا، لو خدنا وات ايفر ايه الفيلدز، علشان ادخل المجال ده صعب، موضوع محتاج مجهود ومحتاج دراسه اكتر بكتير من مجال الديفلوبمنت. بس في الناحيه الثانيه انت بسهوله تدخل المجال، لكن زي ما انت قلتي صعب تميز فيه. صعب ان انا مش صعب من ناحيه صعوبه، بس هو محتاج ديديكيشن، محتاج ان الواحد يفضل مكمل فيه، محتاج ان الواحد استمراريه بالظبط كده. انا هنا بتكلم على العائد المادي اللي ممكن تمام. يعود على الشخص. تمام. يعني ممكن يبقى افريج لو بيبتدي في السوفت وير، خلينا نتكلم في مصر، بيبتدي من قد ايه فلوس؟ طيب حاليا المجال ده سواء في مصر او خارج مصر هو من اكتر المجالات اللي ليها عائد مادي. عايز اسمع ارقام. بس هناخد الكلام ده يعني لكل منطقه باينه. يعني احنا بنتكلم في مصر مثلا، الافريج بالنسبه للناس اللي لسه متخرجه، لو هيشتغل في شركه مصريه لسه بادئه مثلا، لسه بتجس نبض، او لو هو حد مثلا لسه برضه بيدرس، لسه مش قصدي بيدرس هنا، مش قصدي بيه الدراسه الجامعيه، لانه معظم الشركات للاسف يعني. معظم الشركات للاسف مش بتهير حد كفول تايم لحد ما يخلص بكالوريوس يعني او ما يعادلها يعني. هو ده معظم صراحه، بس انا اعرف زمايلي كتير جدا كانوا بيشتغلوا ايام الجامعه مع شركات حتى بالكلاينت بتاعهم اجنبي. صح. الماني وانجليزي وهكذا. بالظبط. عشان كده بقول لك الشركات في مصر الشركات في مصر للاسف ما بتحبش تهاير حد. كونسبت البارت تايم عامه عندنا مش موجود قوي، وكونسبت الفول تايم بيبقى عايز حد متخرج وجاهز وفاضي يعني. لكن نرجع للارقام نرجع للارقام اللي بنتكلم فيها. في انواع كتير من الشركات شغاله في مصر. في شركات مصريه كامله 100%، وده ممكن نبدا تختلف طبعا فيها رينج يعني، لكن بنتكلم حاليا في 2024 من 10 ل 20,000 ستارتنج بوزيشن لناس لسه خريج ما عندوش اكسبيرينس خالص، ما عندوش اي ورك اكسبيرينس. الفارينس ما بين ال10 وال20 دي بيزد على مدى شطارته هو، والطريقه اللي بيعرض بيها شطارته في الانترفيو. بيزد على الشركات. لان الشركات دايما بتحط رينج للمرتبات، لكن غالبا الرول المعين عندهم بيبقى ليه رقم معين. فهمت. هو يعني ممكن ينزل عنه شويه، ممكن يطلع بيه شويه، لكن مش معنى ان جالي حد شاطر او حد مثلا في الانترفيو كويس فانا هكسر الرينج اللي انا حاطه، او لو جالي حد وحش فانا هخسف بيه الارض. لا ده ما بيحصلش. فانا بتكلم بالنسبه للشركات المختلفه. يعني هتلاقي في شركه 10، تلاقي في شركه ثانيه بتهاير على 11 12 16 20 وهكذا. الفكره بقى ان في نوع تاني من الشركات اللي هي شركات انترناشونال، او شركات اصلا بره مصر لكن فاتحه مثلا فروع في مصر ليها هابس معينه. ليه؟ لان المصريين بصراحه شطار في المجالات اللي زي كده. فده هتلاقي مثلا رينج عندهم اعلى شويه من 15 ل 25، ممكن يبقى لحد 30 مثلا، لناس برضو ما عندهاش اكسبيرينس خالص. في الاوبشن الثالث اللي موجود عندنا واللي في ناس كتيره بتحب اصلا تدخل المجال عشان هو فكره الريموت وورك. انا قاعد في مصر وشغال مع شركه بره. طبعا ده السالري سيت بقى اعلى، لان هو شركه بره بتبقى بتوفر بانها بتهاير حد مثلا من مصر، وفي نفس الوقت اي حد من مصر بيبقى المرتب بيبقى سواء باليورو او بالدولار، بيبقى طبعا العائد اعلى بكتير. فده ممكن تلاقي الرينج مثلا طلع من 20 لحد 40. ممكن يبقى وده كله من غير اكسبيرينس. يعني. بتكلم نو اكسبيرينس خالص. بس لازم الواحد يبقى عارف برضو انه من كل نوع من انواع الشركات يبقى ليها متطلبات مختلفه. يعني لو اشتغل من شركه مصريه مثلا ممكن مبقاش محتاج ان الانجليش سكيلز عندي مثلا تبقى عاليه، الانجليش لانجويج تبقى عاليه. لكن لو هشتغل مع شركه انترناشونال، لو هشتغل مع حد ريموتلي، لازم الليفل بتاعي في الانجليش يبقى اعلى. نفس الحاجه بالنسبه للسكيلز اللي عندي طبعا، حتى لو انا ما عنديش اكسبيرينس. طيب انا الحاجه اللي ذاكرتها فاهمها كويس، لو انا مثلا خريج جامعه فاهم الاساسيات كويس، شاطر، عارف اعبر عن نفسي، كوميونيكيشن سكيلز عندي عامله ازاي، فبالتالي بتتطلب حاجات اكتر. نتطرق للسكيلز في الاخر كده انا هسالك عليها، ولكن خلينا احنا بنتكلم في انه كبدايه من 10 ل 20 في مصر، ده بيزد على الشركه
ومن ممكن من 20 فما فوق لو هو بيشتغل مع شركة انترناشنال أو شركة بتخدم عميل برا مصر، أو العميل نفسه برا مصر بالظبط. وهو بيشتغل معاه دايركت، صح بالظبط. كده؟ جميل. طيب ده البداية. اللي بعد كده بقى هو ورزقه وشطارته والطريقة اللي بينيجوشيت بيها أو بيتفاوض بيها على السالاريز بتاعته على قد ايه الشطاره اللي هو وصل لها بعد كده، صح جميل. طيب. جدا. طبعا الفكره بس في حاجه ان احنا عندنا في الكارير باث او في تايتلز كده شويه. فاحنا الشخص اللي لسه بادئ ده لو هو لسه خريج بنسميه فريش جراد، يعني لسه فريش جراديويت لسه متخرج. فده انا يعني مش مستني منه انه يكون عنده اكسبيرينس خالص، لكن مستني منه ايه؟ مستني منه انه يكون فاهم الحاجات اللي هو ذاكرها، مهتم انه يشتغل في المجال. في حاجات طبعا بتبان في الانترفيو يعني، لكن ده شخص فريش جراد ما عندوش اكسبيرينس خالص. عند 2 أو 3 سنين اكسبيرينس تقريبا، لو الشخص ده شاطر وبيطور من نفسه ممكن يبدا يدخل في السينيور ليفل. مع السينيور ليفل طبعا السالاريز بتبدا تختلف تماما. طبعا السالاريز بتختلف اكتر بناء على انواع الشركات اللي احنا قلناها، لكن لو قلنا مثلا ان احنا لو بنتكلم في الافريج من 3 انواع من الشركات، انه الفريش هيبدا من 15 ل 25، بنتكلم في الرينج ده. اعلى شويه من الشركات المصريه واقل شويه من الايه لو الكلاينت او الشركه كلها بره. فلو بنتكلم من الفريش جراد مثلا من 15 ل 25، من السينيور هتلاقيه من 25 ل 45 ممكن ل 50 مثلا. فاهمه قصدي. فده عند ايه؟ عند 2 years او 3 years of experience لو الشخص فعلا بيتطور. ليه؟ لان في ناس كتير بتدخل في كارير او تدخل في وظيفه او بوزيشن بيقضي فيها سنين كتير، لكن مش مهتم انه يتعلم حاجه جديده. هو خلاص يعني هو انا بالنسبه لي دي شغلانه وكويس وتمام. فعايز years of experience وعايز يبقى فيه الشخص دايما بيطور من نفسه. فاهمه قصدي. لكن عند سن او عندي experience 2 او 3 years بيبدا الموضوع يعلى معايا تدريجيا. نفس الكلام عند سن او عند experience 5 years واكتر، بيبدا برضو يدخل عندي في مرحله. احنا عندنا طبعا حتى السينيور بيتقسم شويه كذا بوزيشن، لكن من ناحيه سالري هتلاقي برضو الموضوع بدا يزيد قوي. بدل ما كنا بنتكلم من 15 ل 25، من 25 ل 40 او ل 45 مثلا او ل 50، هتلاقي بقى انه من 50 60 70 80 وممكن يبقى اعلى من كده بكتير. بالنسبه طبعا لتاني نوع من الشركات، ثالث نوع من الشركات قلنا الشركات اللي هي انترناشونال، او لو انا شغال مع حد ريموتلي. الموضوع بالذات بعد ال 5 years of experience مفتوح جدا، صعب جدا ان احط رينج عليه. ليه؟ لان في شركات بره بتبقى محتاجه حد كواليفايد شاطر في الحته دي وما عندهمش مشكله يدفع اي رقم. وفعلا هنا بتكلم عن ارقام اعلى من كده بكتير، يعني بتكسر ال100 في كيس كتير حاليا. بس ال 100,000 جنيه علشان برضو 100,000 جنيه عشان مش حد من بره. لا ما حدش يبقى عنده خيال انه هياخد 100 تاني. بالظبط. طب خليني اعرف منك، هل في دراسة معينة انا محتاجة اتعلمها او تبقى الجامعة بتاعتي جامعة معينة علشان اقدر اشتغل فول ستاك؟ لا يعني هو الموضوع هو زي ما احنا قلنا من شوية، انه انا عشان ابقى فول ستاك انجينير لازم ابقى سوفت وير انجينير الاول عامة، ولازم ابقى متخصص او يعني لازم ابقى شاطر في الباك اند او الفرونت اند الاول، وبعدها ابقى فول ستاك انجينير. طيب بالنسبه لان انا اوصل لده ازاي، او ايه اللي انا محتاج اتعلمه، او ايه اللي لازم الجامعه عندي خلينا نقول الاول انه في ايه. انا عشان اوصل او عشان اشتغل في المجال ده في كذا طريق ممكن امشي فيه. ليه؟ لان في ناس بتبقى دراستها الجامعيه مثلا متعلقه بالمجال، خريج كمبيوتر ساينس او اي تي، او في كذا كليه عامه بتخرج ناس مؤهلين انهم يشتغلوا في المجال ده. في ناس بيبقوا خريجين كليات تانية، في ناس ما بيبقاش خريج كليه اصلا وعايز يتعلم المجال. تمام. وهو المجال ميزته ان هو مفتوح لاي حد ان هو يتعلمه. زي ما قلنا في مجهود هيتحط في لازم الواحد هيتعب علشان فعلا يتميز في المجال ده. لكن في كذا طريقه ممكن توصلك. اول حاجه هي بالنسبه لي الدراسه الجامعيه. تمام. ودي على قد ما لازم الواحد يبقى فاهم ان الجامعه مش هتعلمه كل حاجه، وفي نفس الوقت المجال عندنا بيتغير بطريقه سريعه جدا. الجامعات لازم يبقى ليها مناهج معتمده وبتاخد وقت الكلام ده على ما يتغير ويبقى زي السوق. بالظبط. فمعظم الجامعات، وده مش مصر بس عامه عالميا، الجامعات قليله قوي اللي بتعرف تكيب اب with the new trends والتكنولوجيز الجديده اللي طالعه وتفضل اب تو ديت. جامعات وكليات قليله قوي اللي بتعرف تعمل الكلام ده.
لكن الميزه في الجامعات انها بتدي اساسيات كويسه جدا، بتدي الواحد برضو كوميونتي ونتوركس، الناس كلها خريجين نفس المجال، مهتمين بنفس المجال. فده بالنسبه لي از برايسلس بصراحه. يعني ده على قد ما الواحد لازم يبقى فاهم ان انا مش معنى ان انا دخلت الجامعه او دخلت كليه كمبيوتر ساينس مثلا ان انا هطلع ان انا ابقى جاهز لسوق العمل، لا، محتاج برضو مني مجهود شويه، لكن في اساسيات كتير بتعلمها، في نتوركس كويسه جدا ببنيها من الجامعه. فده اول طريق بالنسبه لي. اوكي. تاني طريق هو البوت كامبس، او خليني احط معاها كمان المنح. احنا عندنا في مصر برضو في ميزه ان وزاره الاتصالات مثلا بتعمل منح كتيره جدا كويسه جدا. ده ينفع الناس اللي هم مش خريجين جامعه بس مهتم بالمجال، ما عايز ان انا اشوف اذا كان مثلا ينفعني ولا لا. ففي منح مثلا زي ITI، في منحه زي رواد مصر الرقميه، في منح كتير عامه. هو ITI تحديدا مركزه مع الخريجين الجامعه، يعني هو انت اصلا حقيقي. مش هتقدر تدخل ITI بالظبط من غير ما تكون اتخرجت من الجامعه وليك حد اقصى مثلا اعتقد 5 سنين لو انا فاكره صح. بالظبط يعني بس رواد مصر المنح الرقميه مش فارق لهم بقى الكلام ده، يعني انت بالبطاقه ممكن تدخل على الويب سايت وتعمل كل حاجه، ومش هيبقى مهم بالنسبه لهم انت خريج انه جامعه. المهم ان انت تعدي البليسمنت تيست البسيط اللي هم عاملينه في الاول. بالزبط. وبرده البليسمنت تيست ده مش اساسي، يعني ممكن تحل فيه كله غلط ويدخلوك على ان انت مثلا تاخد التشالنجر اللي هو اول واحد خالص وتبتدي بالترتيب. بالظبط ودي عامه لطيفه جدا. وفي نفس الوقت لو حد مهتم بالمجال وهو لسه ما دخلش جامعه مثلا، في اشبال مصر الرقميه وفي براعم مصر الرقميه، مش متاكد اذا كانوا نفس المنحه ولا لا، بس دي الناس اللي اصغر في السن شويه. فدي حاجه عامه مفيده جدا، او كطريق مفيد جدا بالنسبه للمجال ده. فده تاني طريق بالنسبه لنا دلوقتي. تالت طريق هو عباره عن اونلاين اكاديميز، يبقى في زي مش كورس بس مجموعه كورسز معينه انا هاخدها اونلاين بدل ما ادرس في الجامعه، لكن ليها مواعيد، ليها بدايه وليها نهايه. في انستراكتور، في ليا زمايل ممكن ان انا في CS50 بتاعه هارفارد اللي محطوطه على كورسيرا، هي 100% من غير فلوس. دي برضو يعني انا معرفش دي ممكن تبقى حاجه سهله ولا صعبه. انا لما جيت اتعلم ابتديت بيها، فاعتقد انها ممكن تبقى مفيده. بس دي بالنسبه لي بتيجي في الاوبشن الرابع او في الطريق الرابع بالنسبه لي، هو فكره ايه؟ ان انا هتعلم مع نفسي، سيلف تيتشنج. فانا ممكن اشوف باث معين في عامه اونلاين، هتلاقي رود مابس كتير وهتلاقي باث كتير توصلك اللي انت عايزه، ويقول لك اتعلم كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا. مشكلتي بس مع الطريقه دي ان هي صعبه جدا. تنفع في على سكوب صغير، يعني على مسافه صغيره، ومش لكل الناس برضو، يعني هي محتاجه واحد بيعرف يجبر نفسه انه يستمر. بالظبط. الشخص اللي مستني حد يعلمه ده، يا اما الجامعه هتجبره انه هو يتعلم لما تديله بروجكتس يعملها، او هيروح يشتغل في مكان ببوزيشن مثلا جونيور او حاجه وهو يشتغل على نفسه لانه هو محتاج يتطور، هيبقى في حد بيزقه. لكن الشخص اللي مش محتاج حد يزقه لانه هو مستوعب أهمية المعلومات، هو اللي يروح يدور على حاجة بنفسه. صح. بس خليني أقول لك هنا نقطة صغيرة. الأربع طرق دول في المجال لازم الشخص هيتعلم مع نفسه وهيبذل مجهود مع نفسه وهيروح يدور على المعلومة. ده أساسي بالنسبة للشغل عندنا. فلو حد مستني إن هو هيدخل يتخرج مثلا من الجامعة ياخد شهادة، فده معناه إن أنا كده خلاص مش هتعلم حاجة تاني. أو لو أنا مثلا دخلت منحة وخلصتها مش هتعلم حاجة تاني. او لو انا دخلت اونلاين اكاديمي مثلا وكورس وعملت انرول فيه، ومش بتكلم حتى عن كورس، لا يعني على باث معين مع اكاديمي معينه دخلتها وخلصت الباث ده، فانا مش هتعلم حاجه تاني مع نفسي. ده مش هينفع في المجال. لكن فكره انه من الاول الواحد يعني يقول لا انا هعتمد على نفسي بس، انا هاخد المجال لوحدي خالص، ده هيبقى طريقه طويل جدا وهيبقى صعب جدا، وزي ما انت قلتي مش هينفع مع اي حد. قليلين جدا اللي شفتهم مشوا في الطريق ده وعرفوا انهم يكملوا. الواحد لما بيبقى في جامعه او في اونلاين اكاديمي او في منحه بيتعلم من اخطائه ومن اخطاء الناس اللي حواليه، وفي نفس الوقت بياخد راي الناس اللي حواليه. في نفس الوقت يبقى في ناس عندهم خبره اكتر، سواء انستراكتورز او سواء اساتذه الجامعه معيدين برضو بيدوا له معلومات.
فكل واحد يعتمد على نفسه تماما. ده حاجه بالنسبه لي انا يعني ما رجحوش خالص. فاهمه قصدك. طيب تمام. فاحنا بالتبعيه كده تلخيصا اللي قلناه، مفيش جامعه معينه هي اللي هتخليك فول ستاك. ممكن يساعد ان انت مثلا في كليه هندسه او في حاسبات، ده هيقص عليك مشوار انك تتعلم الحاجات اللي هتتعلمها لوحدك في البدايه اللي هي الاساسات يعني من الجامعه. ولكن في كل الاحوال سواء كنت في هندسه او في حاسبات او اي كليه تانية او مجالات تانية، هتحتاج جنب الاساسيات تتعلم لغات برمجه وحاجات تانية ممكن الجامعه ما تكونش علمتها لك. صح كده؟ تمام. طيب ده ياخدنا بقى، انا محتاجه اعمل ايه علشان ابقى فول ستاك؟ ايه اصلا اللي انا هتعلمه بقى؟ ايه هي اصلا الاساسيات سواء انا واحد من بره كليه هندسه او جوه كليه هندسه محتاجه اتعلمها؟ في ناس في هندسه بيبقوا خريجين حاجات تانية غير كمبيوتر ساينس، فممكن ما يبقاش عنده اساسيات زمايله اللي اوريدي سابقينه في حاجه تانية. صح. فنتطرق للموضوع من الاول لحد ما نخلص. ماشي. وهنا تيجي نقطه مثلا كورس زي اللي انت قلتيه بتاع هارفارد مثلا CS50. ده كورس مهم جدا بالنسبه للاساسيات. انا مش عايز اقعد بس اعدد الاساسيات بتاعه السوفت وير انجينيرنج علشان الناس ما تتوهش وتحس انها توبكس كتيره شويه. طبعا لو حد خريج جامعه او خريج كليه مثلا كمبيوتر ساينس او خريج كليه ليها علاقه بالمجال هيبقى فاهم لما اتكلم اقول ان احنا محتاجين نبقى فاهمين كويس الجوريزم مثلا، محتاجين نبقى فاهمين داتا ستراكشر، محتاجين نبقى فاهمين بروبلم سولفينج، محتاجين نبقى فاهمين في توبكس كتير. لكن علشان ما نعقدش الناس لازم في الاول يبقى في كورس اساسيات للساينس نفسه اللي هو الايه، السوفت وير انجينيرنج. سوفت وير انجينيرنج كورس بالظبط. حاجه زي CS50 مثلا بتاعه هارفارد دي لطيفه جدا. هي مش حلوه لكل الناس لسبب واحد بس. لو حد اللغه مش بالنسبه له لغه تانية او ما بيتعاملش مع الانجليزي كويس هتبقى تقيله، لان هو محتاج يفهم الايتمز والجوكس وكل الحاجات اللي بتحصل جوه المحاضره دي وهو مش فاهم هم بيقولوا ايه، فهيبقى متضايق انه مش فاهم. وقرايه الترجمه CS50 انا بحس ان هو كان بيراب، هو واقف مسك المايك. والله العظيم انا كنت بسمعه نورمال، بس والله انا حاسه ان هو بيجري. طب اقف، انا في معلومات كتير قوي اتقالت وما لحقتهاش. فخايفه تبقى CS50 هي الاساسيات الوحيده. فممكن نقول ايه تاني الناس ترجع له في اساسيات غير CS50 كمان؟ طيب احنا قلنا دلوقتي في الطرق اللي احنا قلناها، قلنا على الجامعات او الكليات، قلنا على منح. سهل قوي ان الواحد يشوف المنحه دي ايه الحاجات اللي جواها. انا بس مش عايز اقول توبكس كتير جدا، لكن خلينا ماشي يعني خلينا مثلا نقول لو هنتكلم في قلنا عشان الواحد يبقى فول ستاك لازم يبقى فرونت اند انجينير او لازم يبقى باك اند انجينير. في الاخر انت سوفت وير انجينير قبل كل ده. ماشي. كسوفت وير انجينير لازم يبقى في شويه كونسبتس كده انت عارفها. لازم تبقى فاهم خلينا نقول داتا ستراكشر كويس جدا. حلو. لازم تبقى فاهم الجوريزمز كويس جدا. لازم تبقى فاهم بروبلم سولفينج كويس جدا. معظم الشغل عندنا عامه هو بروبلم سولفينج، هو مشاكل، مش مشاكل شخصيه يعني، بس هي مشاكل من نوع انه في عندي حاجه عايز اعملها ومش عارف تتعمل ازاي. اوكي. فالمفروض الاقي لها حل. اوكي. ف بروبلم سولفينج مهم جدا. ده بالنسبه لي اهم 3 اساسيات في الساينس. طيب هل هم دول بس؟ لا، في حاجات كتيره جدا بعدهم بتتبني عليهم. لكن علشان الواحد ما يبقاش، مش عايز اقول برضو توبكس، الواحد يقول لا طب انا همشي في التوبكس دي لوحدي عشان انا عايز ابعد الناس عن الاوبشن الرابع ده على قد ما اقدر. اي منحه او اي بوت كامب او اي اونلاين اكاديمي او اي باث انا هاخده سواء كان اونلاين او اوفلاين هيبقى مرتب لي الحاجات دي وحواليها حاجات كتير هتفيدني ان انا ابقى سوفت وير انجينير. طب انت ممكن تبقى متخيل الناس تروح تاخد غير ال FWD؟ خلاص احنا عرفنا منحة رواد مصر الرقمية هي ال FWD لو انا متذكرة صح، هي ممكن تلاقي فيها topics دي بس. ايه تاني يعني؟ مثلا في الداتا الحتة بتاعة داتا بوت كامب في السوفت وير، في ايه زيها الناس ترجع له تبص عليها؟ لانه برضو خلي بالك هو لو راح يدور على كورسيرا او على ادكس او يودمي او الكلام ده، هو لو مش عارف اسم الكورس اللي هو رايح يدور عليه هو كده بقى غرقان في بحر العلم. احنا مش عايزينه غرقان،
احنا عايزينه فاهم هو رايح يدور على ايه. الاختيار الاول او الاختيار الوحيد دايما بالنسبه لي كان CS50 بتاعها. اوكي خلاص ماشي. ده لو حد عايز يتعلم الموضوع مع نفسه. لو ما كانش فانا يعني ارجح بشده ان هو لازم ينرول في منحه او بوت كامب من البوت كامبس اللي موجوده. طبعا لو حد خريج جامعه هيبقى الموضوع اوضح بالنسبه له جدا، هيبقى عارف على الاقل هو ناقصه ايه او محتاج يتعلم ايه او محتاج يركز على ايه. لكن لو حد مش خريج كمبيوتر ساينس، مش خريج اي كليه من الكليات دي، مهما قلت هتلاقي برضو يعني الحاجات دي برضو كلها مش هتفضل ثابته. يعني اي كورس مثلا هقوله لك مش هيبقى ثابت، مش هيبقى احسن حاجه، وهتلاقي حاجه احسن منه، هتلاقي في حد بيقول لا بلاش ده، في كذا، في حاجه تانية احسن منه. فاهمه قصدك. طب ده ياخدنا بقى ايه هي لغات البرمجه. احنا قلنا كده كده الراجل ده هيتعلم الجزئين، جميل. فهنتطرق للجزئين، ايه لغات البرمجه اللي هم محتاجينهم فيهم، وall in all كده هو محتاج يبقى عارف ايه زياده عن ده. انا بالنسبه لي ارجح لو حد شايف عايز يوصل يبقى فول ستاك انجينير، انه احسن حاجه يعملها انه يبدا بالفرونت اند. ليه؟ الفرونت اند انا لو بديفلوب ويب سايت او موبايل ابلكيشن، انا بشوف الريزلت بتاعه الحاجه اللي انا بعملها على طول قدامي. تمام. فالموضوع اسهل قوي في التصور، اسهل قوي لما في حاجه مثلا اعملها صح او غلط اشوف على طول ده بيظهر ازاي. الباك اند اعمق من كده بكتير، في تكنولوجيز وفي طبقات اكتر من كده بكتير. ممكن يكون يعني ده مور ابيلينج، او يعني ده حد يعني لشخص بيحب يعرف الحاجه بتشتغل ازاي. مش مهم بالنتيجه، مش مهتم قوي بالنتيجه النهائيه، لكن عايز يعرف الحاجه. وده اكتر بلاقيه في المهندسين. معظم خريجين هندسه اللي بيحبوا يشتغلوا في المجال بلاقيهم فعلا بيبداوا بالباك اند. ليه؟ هو عايز يعرف الحاجه شغاله ازاي، بتوصل ازاي لكده، بغض النظر هي طالعه ازاي في الاخر للشخص اللي قدامه. لكن بالنسبه لمعظم الناس ارجح انه يبدا بالفرونت اند، يبدا يتعلم جافا سكريبت لانجويج. ده على فرض ان هو اتعلم على الاقل الثلاثه توبكس الاساسيين اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هم داتا ستراكشر والجوريزمز وبروبلم سولفينج. بس هو هيتعلم جافا قبل ما يتعلم سي مثلا، ولا انت متوقع ان هو بيتعلم داتا ستراكشر هيتعلم سي، ولا ايه اللي هيحصل؟ سي از لانجويج يعني. اللغات البرمجه عامه هي بتبقى دايما متخصصه في حاجه معينه، يا اما باك اند يا اما فرونت اند. وحاجات الباك اند كمان بتبقى متخصصه اكتر، يعني في حاجات بتبقى كويسه قوي في الكمبيوتيشنز، يعني مثلا لو حاجات معقده، في حاجات كويسه قوي في الحاجات الرياضيه الماثيماتكس مثلا. فكل لغه بتبقى متميزه في حاجه. انا هنا بتكلم على الجافا سكريبت. ليه؟ الجافا سكريبت اصلا بدات كفرونت اند لانجويج، هي اللغه اللي بيتعمل بيها الويب سايتس، وفضلت كده فتره طويله قوي من الزمن، لحد ما في يعني في وقت ما بقت ينفع تشتغل في الباك اند برضه. في بلاتفورم ظهر او في تكنولوجيا ظهرت اسمها نود جي اس، بقت بتسمح ان الجافا سكريبت دي انها تشتغل في الباك اند. اوكي. فانا بالنسبه لي اي حد مهتم ان هو يشتغل في الفول ستاك ديفلوبمنت ده احسن اوبشن بالنسبه له. ليه؟ اوكي. عشان ما ارجعش اتعلم سي. لو انا اتعلمت سي انا بكتب بيها باك اند، او سي شارب او جافا، او في لغات كتير برمجه كتير جدا. فانا اتعلم لغه اكتب بيها باك اند، وهضطر كمان شويه اتعلم لغه اكتب بيها فرونت اند، which is غالبا هتبقى الجافا سكريبت. معظم الويب عامه الفرونت اند بتاعه جافا سكريبت. لو بنتكلم على موبايل ابلكيشنز بقى في لغات مختلفه، لكن الجافا سكريبت هتبقى مطلوبه برضه. فانا طالما بقى عندي لغه واحده اقدر استخدمها في الفرونت اند، اقدر استخدمها في الباك اند، ده بالنسبه لي بدايه حلو جدا. حلو. تمام. ايه تاني؟ محتاج ان انا للفرونت اند بقى اتعلم HTML و CSS جنب الجافا سكريبت. انا كده هعرف اعمل ويب سايت. طيب في حاجات كتير بتيجي بعد كده، لكن اتليست انا عند البوينت دي انا عارف اعمل ويب سايت. طيب انا بقيت شاطر في الحته دي، ابدا اتعلم فريم وركس بتسهل عليا الحته دي شويه. طيب الجافا سكريبت لغه بيزك جدا، بمعنى ان انا لازم اعمل واكتب كل حاجه بايدي، فالموضوع هياخد مني وقت طويل قوي علشان اعمل ويب سايت. صح. بيظهر فريم وركس بقى زي انجلر، زي رياكت جي اس مثلا. رياكت جي اس اكتر حاجه مستخدمه دلوقتي مثلا. دي تكنولوجي مبنيه على جافا سكريبت اصلا، لكن بتسهل عليا ان انا اعمل ويب سايت. اوكي. فانا كده بقيت متميز، بقيت كواليفايد، وبقيت اكسبيرينس ان انا اقدر اعمل
ويب سايت. مهم. وصلت لهنا بقيت تمام، احاول ان انا اشتغل باللي انا اتعلمته ده، يس. سواء بعمل شغل انا مع نفسي، بجرب وبتدرب وبشوف ايه البروجكتس اللي انا مهتم ان انا اعملها مثلا وبعملها مع نفسي، سواء عرفت اخد بروجكتس مثلا فريلانس زي ما قلنا من شويه، في حد عايز يعمل بروجكت، عايز يجرب فكره مثلا من اصحابي من معارفي، حتى لو اونلاين على في ويب سايتس، بيبقوا الناس اللي محتاجين بروجكتس بيخشوا يقولوا ان احنا عايزين بروجكت، مين اللي يقدر يعمل ايه. احاول ان انا اشتغل عامه بالتكنولوجيز اللي انا عرفتها، مهم. احاول اقدم في شركات بحيث ان انا اشتغل برضه بالنولج اللي انا عرفتها دي في الشركه دي. اوكي. بعد ما اعمل ده ابدا اجين اكسبيرينس. لحد دلوقتي انا ما جيتش الباك اند خالص. مهم. انا لو هبدا فرونت اند اركز في الحاجات دي، اتميز فيها، ابدا اجين اكسبيرينس. اجين اكسبيرينس هنا تقصد ان انا اعمل بروجكتس واروح ادور على شغل في الفرونت اند. بالظبط. بعد لما اوصل للمرحله دي وانا لسه انترستد بالفول ستاك ديفلوبمنت، ابدا اتعلم باك اند. حلو. هتعلم باك اند ازاي بقى؟ حلو. لو انا مشيت وبدات زي ما احنا قلنا دلوقتي مثلا وبدات بالجافا سكريبت، فانا الجافا سكريبت اوريدي عندي، اقدر اعمل بيها باك اند سيرفرز، اقدر اعمل بيها باك اند ابلكيشنز. فانا معايا اللغه لكن مش عارف اعمل الكلام ده ازاي. هبدا اتعلم نود جي اس. نود جي اس بتسمح لي ان انا استخدم جافا سكريبت واعمل بيها باك اند، فدي اول ستيب. هبدا اتعلم داتابيزز، وفي داتابيزز عندنا حاجات اسمها سيكوال داتابيز، اكيد برضو المصطلح ده عدى مثلا عليكم قبل كده. سيكوال داتابيز وفي نو سيكوال داتابيز، دول نوعين عامه من الداتابيزز. محتاج ان انا اتعلم اي داتابيز بتشتغل بالسيكوال اللي هو الاس كيو ال، ومحتاج اتعلم اي داتابيز بتشتغل بالنو سيكوال. الاثنين مطلوبين. تمام. ومعظم البروجكتس او يعني ما فيش شركه بتشتغل بحاجه واحده بس، فمحتاج للاسف اتعلم تكنولوجي هنا ومحتاج اتعلم تكنولوجي هنا. في الاس كيو ال في داتابيز اسمها بوستجريس اس كيو ال، دي برضو اكتر حاجه وايدلي يوزد. بالنسبه للنو سيكوال داتابيزز في حاجه اسمها مونجو دي بي، دي برضو اكتر حاجه يوزد. اسمها ايه معلش؟ مونجو دي بي او مونجو داتابيز. اوكي. فانا كده بقى عندي نود جي اس، اقدر اعمل باك اند ابلكيشن، بقى عندي داتابيزز سواء كانت مونجو دي بي او بوستجريس اس كيو ال. اوكي. ف كده انا بقيت اقدر اعمل ابلكيشن اند تو اند، اقدر اعمل ابلكيشن بالفرونت اند بالباك اند كله لوحدي. تمام. في ايه لانجويجز ثانيه انا محتاجه ابقى عارفها في حته الباك اند؟ لو انا مشيت على الباث ده، عامه الفول ستاك عندنا في حاجه، في اكشولي ستاكس عندنا معروفه او موست كومنلي يوزد، مشهوره جدا. اللي انا قلته من شويه ده اسمه ميرن ستاك، MERN. الام اللي هي المونجو دي بي قلناها، الاي هي اكسبريس جي اس. اكسبريس جي اس ده حاجه بنستخدمها مع النود جي اس علشان بس نعمل سيرفر في الباك اند شغال. اوكي. في الار اللي هي الرياكت جي اس، وقلنا ده اللي هو فريم ورك للفرونت اند. واخر حاجه خالص اللي هي الان اللي هي النود جي اس. فده اكرونيم او ده يعني اختصار كده معروف قوي ومطلوب جدا في السوق دلوقتي اللي هو الميرن. فدي البيزك تكنولوجيز اللي انا اقدر اشتغل بيها فول ستاك انجينير. اوكي. هل دي الحاجه الوحيده؟ لا، في حاجات كتير تانية طبعا، لكن دي اسهل حاجه اقدر اوصل بيها ان انا ابقى فول ستاك انجينير فرونت تو باك. ليه بقى؟ انا لو قلت ان انا هتعلم لغه تانية او هبدا بلغه تانية مثلا وليكن سي او سي شارب او جافا او بايثون او روبي مثلا، في لغات كتير جدا، فانا لسه في الفرونت اند محتاج ان انا اتعلم جافا سكريبت. صح. فانا كده يعني قسمت مجهودي بين لغتين، في حين ان انا كان ممكن بلغه واحده ابدا اتعلم تكنولوجيز اكتر، اعرف كونسبتس اكتر، ابدا اتعمق اكتر في المجال اللي انا بتعلمه. تمام. فده طبعا بيرسونال ريكومنديشن، لكن ما هوش الحاجه الوحيده. في زي ما قلنا ان في الميرن ستاك ده MERN، في المين ستاك MEAN، هو نفس الستاك لكن بدل رياكت جي اس على الفرونت اند بيستخدموا حاجه اسمها انجلر جي اس، فريم ورك برضه تاني مختلف عن رياكت. في ستاكس بتستخدم روبي اون ريلز، دي باك اند لانجويج بتعمل برضه ويب بيجز لكن محتاج معاها برضه جافا سكريبت. بقيه الستاكس كلها هلاقي ان انا دايما محتاج اتعلم لغه برضو تانية في الفرونت اند، مش بلغه واحده. فاهمه قصدك. فعشان كده ده الريكومنديشن دايما بالنسبه للفول ستاك ديفلوبمنت يعني. خلينا نفكر كده
في الكلام اللي احنا قلناه ده هيتقسم ازاي على وقت قد ايه؟ يعني لو انا النهارده قررت ان انا احط مجهود اني ابقى فول ستاك، محتاجه وقت قد ايه لحد ما ابقى في الستيج بتاعت الفول ستاك؟ هو انا كده ابتديت اجمع انه اكتر من سنه، يعني ده حقيقي. انا الاول هبقى فرونت اند او باك اند، وبعدين هاخد وقت لحد ما ابقى جاهزه ابقى فول ستاك وهكذا. بالظبط. بس الوقت اللي انا محتاجاه علشان اتعلم الكلام ده قد ايه وقت؟ دي بقى بتختلف من شخص للتاني، ودي ملهاش يعني تايم لاين محدد، تايم لاين معين. في ناس من اول سنه في الشغل بتبص تلاقيه هو فول ستاك انجينير كويس جدا، في ناس الموضوع بياخد معاها 2 3 4. ايه اللي يفرق؟ طيب اللي يفرق هو اول حاجه الانترست بتاع الشخص. انا لو بدات فرونت اند ديفلوبمنت بس انا مهتم بالفرونت اند وشاطر فيه وشايف ان انا ده بالنسبه لي مجال كويس، فانا مش مهتم بالباك اند خالص. خلاص بالظبط. فخلاص بالظبط. تاني حاجه ان الشخص قد ايه بيشتغل على نفسه. ده متعلق شويه طبعا اكيد بالبروجكتس اللي هو شغال فيها، الشركه اللي هو شغال فيها قد ايه ممكن يبقى مثلا مضغوط في الشغل، او لا الشغل مثلا مش تقيل فهو قادر ان هو يذاكر جنبه. فبيعتمد برضو على المجهود اللي الشخص هيحطه علشان يتعلم حاجه جديده، بيعتمد برضو على الحاجه دي مطلوبه في البروجكتس اللي هو شغال فيها ولا لا. ليه؟ لان احنا قلنا في الاول والاخر انا محتاج ابقى اكسبيرينس في الحاجه اللي انا بعملها. فلو انا اوكي بذاكر فعلا، يعني مثلا بدأ دلوقتي شغال فرونت اند وبذاكر باك اند وعايز ابقى فول ستاك، لكن مش بستخدم ده في حاجه فعليه على ارض الواقع، في حاجه فيها بقدر اخد فيها اكسبيرينس، فده اكيد هياخد معايا وقت طويل، وقت اطول شويه. فبالتالي صعب قوي ان الواحد يحط وقت يقول ان انا هبقى خلال سنه مثلا فول ستاك، او خلال 2 او خلال 3 سنين. لكن لو هو انترستد في الموضوع اكيد الموضوع هيبقى اقرب وهياخد وقت اقصر من لو هو مش انترستد خالص. صح. طب هقول لك على حاجه، بس يعني مش عايزاك تتضايق. لا عادي اوكي. دايما بيبقى في صوره كده انه الشخص اللي بيشتغل في السوفت وير او تحديدا في الديفلوبمنت كديفلوبر بقى، باك اند فرونت اند فول ستاك، يعني على طول بيبقى ظاهر كده انه شخص انطوائي ما بيتكلمش مع حد، كئيب يا عيني من كتر الضغط بتاع البجز والحاجات الغلط اللي بتحصل ايرور في السيستم. وانا ما اعرفش مدى صحة الصورة دي. هم بيبقوا مصورينه دايما مستر روبوت اللي كان جاي في المسلسل، المتخفي طول الوقت وحاطط كابيشو مخبي وشه والحركات دي. هاو فار الكلام ده حقيقي او لا؟ هو ده ستيريوتايب طبعا، وزي ما بقول لك يعني هو اي ستيريوتايب بيبقى للاسف جاي من حاجه حقيقيه، بس ممكن يبقى فيها مبالغه شويه. ماشي، هي دي الفكره. فهو يعني at some point in time كان فعلا النموذج ده موجود. ليه بقى؟ لان احنا كنا اتكلمنا شويه عن الهيستوري مثلا، وكنا قلنا ان في سوفت وير انجينير هو قاعد بيخلص الحاجه كلها مثلا من اولها لاخرها. اوكي، ده كان زمان شويه. دلوقتي طبعا الموضوع ده مش ابليكابل لمعظم البوزيشنز اللي موجوده، بس من هنا جت صوره فكره ان هو شخص قاعد 24 ساعه على الماشين بيحاول يوصل للابليكيشن او بيحاول يخلص الابليكيشن اللي هو بيعمله ده. فبالتالي مش مضطر ان هو يتكلم مع حد، مش ما عندوش وقت يضيعه في ان هو لا هو عايز يخلص ويوصل اللي في دماغه. طيب ده ما بقاش ابليكابل قوي دلوقتي. ليه؟ او ما بقاش ينفع اصلا. لان البيزنس عامه بقى مور كومبلكس. احنا لو قبل كده كنا بنعمل برنامج حتى لو كان صعب، هو برنامج بيعمل حاجه واحده وحاجه بسيطه، بغض النظر ان هو كان فعلا صعب لان التكنولوجيز ما كانتش ادفانسد قوي زمان. لكن دلوقتي البيزنس نفسه بقى معقد. اي ابلكيشن انا عشان افتحه، اي ويب سايت، اي بورتال، اي حاجه فيها فانكشناليتيز كتير جدا، فيها تفاصيل كتير جدا، فيها حاجات كتير يعني تفرق مع المستخدم، حاجات دقيقه جدا. فما بقاش ينفع الموديل، ما بقاش ينفع خالص الموديل بتاع مستر روبوت اللي قاعد لوحده ده خالص. بقى مهم جدا زي ما انا هشتغل على واطور نفسي في الحاجات التكنيكال، ان انا اشتغل واطور نفسي في communication جدا. communication is key جدا. احنا من شويه كنا بنقول في الاوبشنز او في الطرق اللي الواحد ممكن ياخدها علشان يتعلم المجال ده، ان هو مثلا لو ما عندوش English language قويه،
هيبقى عنده شويه مشاكل في انه مثلا يشوف كورس معين زي CS50 مثلا بتاع هارفارد. فكنا بنقول ان في ده ممكن يعمل له مشكله لو ما عندوش اللانجوج. دي حاجه مهمه جدا عامه في المجال عندنا. الانجليش لانجوج، الكوميونيكيشن سكيلز مهمه جدا 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 دلوقتي اكتر من اي وقت قبل كده. ليه؟ برضو المجال ده عامه موجود علشان يخدم البيزنس. صح. يعني ايه؟ يعني هو بيوفر للبيزنس فاليوز جديده، بيوفر ريتشابيليتي، بيوفر بيدي البيزنس حاجات كتير جدا. هو المستفيد الاول والاخر من التكنولوجي هو بيزنس. فلو انا مش عارف اتواصل مع البيزنس، مش عارف افهم هما بيقولوا ايه، هم عايزين يوصلوا لايه، مش عارف اوصل لهم ايه المشاكل والتشالنجز اللي هتبقى موجوده عندي، هلاقي يعني هواجه صعوبات اكتر بكتير، اكبر بكتير من الحاجات التكنيكال اللي بتقف قدامي. فاهمه قصدي. التكنيكال دلوقتي بقى ليها حلول، وبقى لو حد مثلا عنده بيعرف يسيرش كويس هيعرف يوصل لحل المشكله. هيعرف يوصل حتى اللي يتعلم ايه، طبعا بعد ما يبدا، بعد ما ياسس نفسه، بعد ما يعدي بالكلام اللي احنا قلناه ده، هيعرف ايه اللي ناقصه، هيعرف يدور عليه، هيعرف يتعلم، هيعرف يوصل للحاجه اللي هو عايزها. لكن لو ما عرفش يكوميونيكيت ده مع الناس اللي هو شغال معاه هيواجه مشاكل اكبر بكتير. يعني انا لقيت لي مثلا في الشركه وفي التيم اللي انا شغال فيه كنت بعمل انترفيو لكذا شخص، منهم واحد شاطر جدا. قبل الانترفيو عامه كنا بعدين زي تيست او اساينمنت كده، بروجكت صغير يعمله، تاسك يعني مش بروجكت حد. فمن احسن السبمشنز اللي جات لنا كانت بتاعه الشخص ده. فبندخل عامه بعد السبمشن ده معاه انترفيو تاني او ميتنج صغير كده، بندسكاس معاه السوليوشن. طب انت ليه عملت كذا؟ طب ايه اللي خلاك تاخد القرارات دي؟ طب ده ممكن يبقى نحسنه ازاي، نمبروف ازاي، نسال اسئله، بنشوف هو فاهم اللي هو عامله ده ولا لا. فالشخص ده مع انه تكنيكلي كان من احسن الكانديديتس اللي موجودين، ما كناش عارفين، كان يعني ما هواش فاهم اسئلتنا ومش عارفين نطلع منه بمعلومه. فالشخص ده للاسف في الاخر جات ريجكتد. بالنسبه للكانديديتس الموجودين هو اشطر حد تكنيكال، لكن مش هيعرف يشتغل وسط تيم. وحتى لو الشخص شغال فول ستاك انجينير، شغال بيعمل ابلكيشن اند تو اند من اوله لاخره، هو مش شغال لوحده في الشركه ومش شغال لوحده في التيم. يس. ف حاليا المجال ووضعه بالاستراكشر بتاع التيمز بتاع البروجكتس ما ينفعش حد يبقى شغال لوحده خالص ومنقطع عن عشان كده بقول لك ده مش ما بقاش ابليكابل دلوقتي. طيب خليني اخدك بقى لحته ثانيه دايما بتبقى على بال الناس. هو انا لو هبدا في شغلي، سواء كنت ديفلوبر في العموم او فول ستاك تحديدا، هل الصح ان انا اروح اشتغل مع كلاينت ولا مع كونسلتنت ولا مع فيندر؟ وخلينا نشرح للناس الفرق ما بينهم برضو علشان يبقوا فاهمين عملية الاختيار دي بتتم على أساس إيه. يعني هو في مجال السوفت وير ديفلوبمنت عامة أنا ما بشوفش فيه فرق كتير بهبدأ في إيه، بس بشوف إنه مهم إن الواحد يعدي الإكسبيرينس المختلفة دي. طيب أنا ممكن أروح أشتغل في شركة دي مثلا ليها أبليكيشن معين، هي دي اللي شغال عليه، هو بروجكت واحد أي مفيش حاجة غيره. فمش هيبقى عندي تنوع هنا في التكنولوجيز مثلا اللي أنا بعدي عليها ببيزنسز مختلفة. هي حاجة واحدة احنا شغالين عليها، مجموعة تكنولوجيز، وان بيزنس، هو ده المهم، هو ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. طيب هل دي حاجة وحشة؟ لا. طيب حاجة دي كويسة في ايه؟ كويسة انه بيبقى في ديبث، بيبقى في عمق رهيب في البيزنس كيسز في التكنولوجيز اللي انا بستخدمها دي. بمعنى ان انا مش بستخدم التكنولوجيا علشان اعمل بيها ابلكيشن صغير بيعرض صور وخلاص وكده، لا، ده في كيسز كتير قوي في البيزنس، في تفاصيل كتير قوي، فالتكنولوجيز حتى استخدامها بضطر ان انا اتعمق فيها اكتر، فخبرتي في التكنولوجيز نفسها بتزيد. خبرتي ورؤيتي للبيزنس برضو بتزيد، وفهمي للبيزنس، ودي حاجه مهمه جدا عامه تبقى على السوفت وير انجينيرز. دي برضو ممكن تبقى سكيل تانية بره التكنيكال والكوميونيكيشن سكيلز مهمه بالنسبه لي. انا فاهم انا بعمل ايه في الاخر، مش مجرد تاسكات، مش مجرد
مش مجرد تاسكس بتنزل لي ان والله عايزين نعمل 1 2 3 فبعمل 1 2 3 وانا مش عارف البروجكت ولا الابلكيشن ولا البيزنس بيعمل ايه. فكون ان انا اشتغل في شركه من النوع ده مفيد في النقط اللي احنا قلناها دي، لكن مش بيديني فرايتي، مش بتعلم تكنولوجيز جديده، مش ببص على بيزنس كيسز مختلفه من حاجات تانية مثلا. فده وان تايب من الشركات. في تايب تاني اللي هو يعتبر سوفت وير هاوسز، هي شركه متخصصه في التكنولوجي، بتشوف ليها كلاينتس مختلفه عايزين يعملوا ايه، بروجيكتس ممكن تبقى صغيره ممكن تبقى كبيره، والناس اللي موجودين في الشركه بيشتغلوا في البروجكت في التايم لاين بتاعه على حسب ايه البروجكت اللي احنا بنعمله ده. تمام. طيب ده ايه مميزاته؟ ده مميزاته ان انا هشتغل بتكنولوجيز اكتر، هشتغل في كذا بيزنس مش بيزنس واحد، هشوف الستيجز المختلفه من البروجكت اللي انا شغال فيه، من اول ما بيبدا ازاي، طب الديزاين بتاعه بيتحط ازاي، طب الاناليسيز البيزنس اناليسيز بتمشي ازاي، طيب بنمشي ازاي في ستيج في ستيج لحد ما يوصل لانه يبقى برودكشن ريدي. برودكشن ريدي معناها ان هو جاهز دلوقتي ان الناس تبدا تستخدمه فعلا، سواء كان ويب سايت او موبايل ابلكيشن. فانا بعدي بالمراحل دي كلها، بعكس النوع الاول اللي انا هبقى جاي لحد اوريدي موجود وشغال، بس انا جاي بزود حاجه او بغير حاجه. فده تاني نوع. لكن في نفس الوقت طبعا الدروباك انه ممكن ما تعمقش في التكنولوجيز او في البيزنس زي ما كان في النوع الاول. فده تاني نوع مثلا من الشركات عندي. بشكل عام مش مهم الواحد يبدا بايه، على قد ما مهم ان هو يعدي بالاكسبيرينسز المختلفه دي. اوكي. فمش عايز الواحد يعني بالذات لو هو بيبدا يشغل دماغه تفكيره قوي بالنقطه دي، على قد ما يبدا فعلا يشتغل ويجين اكسبيرينس في الحاجه اللي هو اتعلمها. اوكي. ده اهم بكتير. على ذكر الحاجات اللي الناس بتتعلمها النهارده، في التشالنج بتاع الاي اي هيغير قد ايه في شغل السوفت وير. وانا مش هسأل السؤال التقليدي بتاع هو الاي اي هيريبليس مكان السوفت وير والكلام ده، يعني بالعقد اللي انا عماله بسمعها في كل حته في الديفلوبمنت. ما اعتقدش انه اي اي هيقدر يريبليس اتليست دلوقتي. يعني احنا ما بنتكلمش في ال15 20 سنه اللي جايين، ممكن يحصل حاجات تانية، ولكن الخطه النهارده ممكن تبقى مختلفه انه يساعد الناس. بس هو مساعده الاي اي للناس شكلها عامل ازاي؟ يعني امتى فعلا انا باخد من الاي اي معلومه، وامتى المعلومه دي هتبوظ لي الكود اللي انا كتبته اصلا؟ التوبيك ده فيه طبعا اراء متضاربه جدا، فبالتالي اللي انا هقوله ده هو رايي الشخصي. ممكن ناس تلاقيها ناس اكسبيرينسد وشاطره وتختلف معاه، وممكن ناس تتفق، لكن هو اراء. وزي انت ما قلتي فعلا، هو من ناحيه ان الاي اي هيريبليس الانجينيرز، دي حاجه احنا بنسمعها من زمان، او العباره دي بنسمعها من قبل الاي اي اصلا ما يظهر عن الاي اي، وكنا بنسمعها من قبل كده على الانترنت، كنا بنسمعها في حالات. يعني لما الناس اكتشفت مثلا دلوقتي ان الناس بيعملوا شير للكود بتاعهم اونلاين لو في مشاكل، وفي ناس بتكتب حلول للمشاكل دي، وفي كود سنيبتس يعني اجزاء من كود جاهزه موجوده اونلاين بشكل كبير متاحه للناس كلها. فالناس قال لك طب ما انا ليه محتاج سوفت وير انجينير دلوقتي؟ ما هو الانترنت مليان. بس اللي بيقول كده ده حد مش تكنيكال. بالظبط. لكن لما جم جربوا يعملوا الكلام ده اكتشفوا ان لا، انا حتى لو الحاجه جاهزه انا محتاج حد يبقى فاهم، بالذات او بالاخص مع ان البيزنسز الكومبلكسيتي بتاعتها عماله بتزيد. طب هل حد بقى ما يعني برضو هكلمك بصراحه، هل حته ان انا محتاج حد فاهم دي عددا هتختلف؟ يعني مثلا لو زمان كان السوفت وير هاوس بيهاير 100 سوفت وير انجينير بمختلف البوزيشنز بتاعتهم، سواء كان فرونت اند وباك اند وفول ستاك للصبح بقى، كل الحاجات دي وتستر وكده، كل الكلام ده ممكن عدده يختلف، ممكن يبقى بسبب وجود الاي اي. والله انا كنت بهاير 100 انا ههاير 50. اكيد مش بسبب الاي اي بس، احنا عندنا من قبل الاي اي في كونسبتس وتكنولوجيز كتير بتعمل اوتوميشن لحاجات كتير. فبالتالي اكيد العدد هيختلف، لكن بالتوازي دايما مع الكلام ده الكومبلكسيتي بتزيد والبروجيكتس بتكتر وحجمها نفسها بيكبر.
فانا بشوف ان الموضوع ده من ناحيه سوفت وير انجينيرنج يعتبر ثابت، بالعكس بيزيد. احنا مثلا قلنا في الاول ان في حوالي 30 مليون سوفت وير انجينير حاليا، من حوالي 8 سنين كانوا 21. اوكي. في 2016 كانوا 21 مليون. فلا، فالعدد بيزيد والطلب ده من ناحيه سوفت وير انجينيرنج. من ناحيه مجالات تانية المتعلقه بالسوفت وير انجينيرنج ده بيحصل. ليه؟ لان في حاجات في مجالات تانية الموضوع could be automated could be AI replaced. فده حقيقي فبيأثر فعلا على العدد اللي مطلوب. انا رأيي انا في استخدام ال AI بشكل عام ان هو مفيد جدا في ايه؟ في اختصار الوقت. مضر جدا لو انا مش فاهم ال AI بيديني ايه. ليه؟ لان زي ما قلنا مع التعقيد اللي موجود في البرامج وفي الابلكيشنز وفي المجال حاليا، لو انا بدي الاي اي حاجه وبيطلع لي حاجه انا مش عارف ايه هي وبحاول اشغلها وخلاص، ده مش هيمشي معايا خالص في المجال. مش هيشتغل. حلو جدا علشان اختصر على نفسي الوقت. انا في حاجه معينه عارف انها بتتعمل ازاي بس هتاخد مني وقت، فاعرف اوصفها مثلا بشكل معين للجنريتيف اي ايز اللي موجوده دي، فيقدر يطلع لي حاجه يوفر عليا. هاخد الكلام ده هراجع وراه، هشوف فيه ايه صح وايه غلط، هزود عليه هشيل منه، لان برضو ما هياش حاجه اسطمبه واحده. فانا مع استخدام الاي اي جدا، بس طبعا لو انا فاهم اوكي الاوتبوت بتاعه. طب انا عايز اعرف منك ايه اللي بعد كده. يعني انا النهارده بقيت فول ستاك خلاص، كانت رحله طويله قوي، عديت على الفرونت اند والباك اند واشتغلت حاجات كتير وتعلمت حاجات كتير. ايه اللي انا رايحه له بقى؟ طيب انا هفاجئك هنا واقول لك حاجه، انه الفول ستاك عامه ما هواش اخر المطاف، حتى في الليفل اللي احنا بنتكلم فيه، في ليفل السينيورتي مثلا او في الليفل ده. ليه بقى؟ احنا زي ما قلنا من شويه انه الفول ستاك بالنسبه لي زي اللعيب الجوكر اللي بيلعب في اكتر من مركز. معظم الانديه اللي لم يكن كل الانديه الكبيره توب مش بتدور على لعيب الجوكر، لان انا عايز احسن لعيب في كل مركز. اوكي. مش مهم بالنسبه لي ان يبقى في لعيب بيلعب في مركز كويس بنسبه 90% وفي مركز تاني كويس بنسبه 60%. لا، انا عايز كل مركز بدور على احسن لاعب ممكن احطه في المركز ده. حلو قوي. فالفول ستاك بالنسبه لي كده يعتبر مرحله انتقاليه في النص، الطلب عليه كتير جدا، فده بيخلي ان في ناس كتير جدا تتعلمه، في ناس كتير جدا بتحب انها تعرف الابلكيشن انتو ان شغال ازاي. في ناس لو شغاله فريلانس لوحدها بتضطر انها تتعلمه علشان تاخد بروجكتس على بعضها. لكن at the highest level specialization is the key. تمام. كون ان كل واحد يبقى متخصص في الباك اند وعارف باك اند كويس جدا، او متخصص في الفرونت اند وعارف فرونت اند كويس جدا، بالنسبه للشركات والبروجكتس الكبيره اهم بكتير من ان يبقى حد بيعرف يعمل حاجتين بس مش بنفس الدرجه. فاهمه قصدي. لكن لو بنتكلم عن كارير باث بشكل عام، انا كسوفت وير انجينير سواء كنت فول ستاك، باك اند انجينير، فرونت اند انجينير، بعد ما ابقى سينيور ده عامه بيختلف في سنين الخبره وبيختلف من بلد للتاني، لكن خلينا نقول ان احنا لحد 8 سنين اكسبيرينس ده طبيعي ان هو يبقى سينيور سوفت وير انجينير. بعدها في عندي طريقين، في طريق تكنيكال وفي طريق مانجيريال شويه. الطريق التكنيكال هو ان انا ابقى تكنيكال ليد، وده معناها ان انا مسؤول عن تيم في فول ستاك انجينيرز، في باك اند انجينيرز، في فرونت اند انجينيرز. من الناحيه التكنيكال ايه القرارات ايه التكنولوجيا اللي هنشتغل بيها، ايه الديزاينز للسوليوشنز اللي هنحطها، ايه يعني كذا، يعني ريسبونسبيلتيز عامه كلها تكنيكال للتيم اللي شغال في البروجكت ده. قصاده الناحيه الثانيه في تيم ليد او انجينيرنج مانجر، دول تو بوزيشنز مختلفين شويه. هنشرح الفرق. التيم ليد هو شخص مسؤول عن التيم اللي تحته سواء تكنيكال او غيره او مانجيريال، يعني هو ميكس شويه بين الاثنين.
الفوكس اكتر على المانجيريال بروجكت، واصل فين، مين محتاج ايه، ناقصنا ايه، وهكذا. اوكي. التخصص في الرول ده او الفول مانجيريال رول في الليفل ده هو الانجينيرنج مانجر. اوكي. عامه الانجينيرنج مانجر والتيم ليد يعني في شركات كتير وفي بروجكتس كتير بيبقوا انترتشينجبل، لكن خلينا عشان ما نعقدش الامور نقول ان في تكنيكال وفي مانجيريال رول. اوكي. طيب لو انا قررت اخد تكنيكال رول فانا بطلع تكنيكال ليد. تكنيكال ليد برضو بيحتاج سنين اوف اكسبيرينس، بيجي بعدها واطلع ان انا ابقى سوليوشن اركتكت او سوفت وير اركتكت. ده شخص بيبقى مسؤول عن كذا تيم، سواء التيمز دي كانت في بروجكت واحد او في اكتر من بروجكت. بس هو اللي بيحط الاركتكتشر بتاعه الابلكيشنز دي هتشتغل ازاي، برضو شويه ايه التكنولوجيا اللي هنستخدمها، بس على ليفل اعلى، على ليفل كذا تيم زي ما كنا بنقول. لو في انتجريشن او ربط ما بين التيمز والبروجكتس المختلفه دي، يعني انا ممكن يبقى عندي 2 بروجكتس منفصلين تماما لكن بيضطروا انهم يكلموا بعض او يتواصلوا مع بعض، او في معلومات من هنا محتاجه هنا او العكس، برضو الكلام ده هيمشي ازاي؟ فده بيبقى السولوشن او السوفت وير اركتكت عامه. اوكي. لو كملت برضو في المجال ده بيبدا يدخل شويه في مرحله مانجيريال، لكن الفوكس برضو اكبر في التكنيكال وهو السي تي او بتاع الشركه. اوكي. وده يعتبر اعلى تكنيكال اوثوريتي في الشركه او الاورجانيزيشن بتاعتي. يس. طيب في بوزيشنز تانية بتبقى موجوده من ناحيه برضو تكنيكال، زي ستاف، زي برنسبل، بتختلف برضو من شركه لشركه. ده اعلى من الاركتكت شويه، وكل الفرق بس ان هو نفس الاركتكت بيعمله لكن على ليفل اكبر شويه. ممكن تبقى ديبارتمنتس مختلفه، ممكن تبقى شركه كبيره جدا فمحتاجين حد دايما يبقى ايه حلقه الوصل في الحته. فاهمه قصدي. فده التكنيكال باث. المانجيريال باث ان انا ممكن ابقى بعد ما ابقى سينيور سوفت وير انجينير او سينيور فول ستاك انجينير اخد بوزيشن تيم ليد او انجينيرنج مانجر. البوزيشنز دي ساعات بياخدها حد مش تكنيكال، لكن بيبقى فرق رهيب جدا لما يبقى الشخص اللي في البوزيشن ده جاي من تكنيكال باك جراوند، اشتغل قبل كده بايده كفول ستاك، بالذات كفول ستاك طبعا عشان بيبقى عارف دايما الابلكيشن اند تو اند. اوكي. فبيبقى انجينيرنج مانجر او تيم ليد. بدخل في الباث ده بقى في الناحيه المانجيريال تماما، نفس التراك اللي احنا قلناه في التكنيكال لكن بيمشي من ناحيه مانجيريال في الشركه. بمعنى انا دلوقتي التيم ليد او الانجينيرنج مانجر مسؤول عن تيم، ممكن ابقى بروجكت مانجر مسؤول عن بروجكت في كذا تيم، ومن فوق البروجكت مانجر بتمشي بسكه مانجيريال بقى تمام. طبعا زي ما قلنا كنا عنده تكنيكال باك جراوند بيديله ايدج جدا في الحته دي، بيبقى شاطر جدا، بيبقى فاهم التيمز محتاجه ايه وناقصها ايه وايه المشاكل وهكذا، لكن بيكمل بقى بسكه مانجيريال دايما، اخرها ممكن يبقى سي او عادي. فدول التو باثs عامه الموجودين في السوفت وير انجينيرنج كارير. طب حلو جدا. طب انت لو في ادفايس عايز تديها للناس اللي عايزه تبتدي في الفول ستاك في المطلق، يعني مش بتكلم بس على الحته بتاعه التكنيكاليتيز، ممكن تبقى ايه نصيحتك ليه؟ نصيحتي انه المجال واسع شويه، في معلومات كتير، في تكنولوجيز كتير، ممكن فعلا الواحد يتوه ويغرق فيها. فركز دايما على باث، ركز دايما على حاجه وكملها دايما للاخر، سواء كان دي جامعه، كان كورس بتاخده، كانت منحه، كملها للاخر. لو ما طلعتش غير ب 60-70% من الفايده فانت ستيل كسبان. بس قبل ده كله لو انت لسه بتبدا في المجال، في عندنا دلوقتي توتوريالز وفيديوز كتير جدا اونلاين بتقول لك ازاي تعمل ويب سايت في 3 دقائق، في ازاي تبقى مش عارف سوفت وير انجينير في 5 دقائق. اتفرج على الحاجات دي وشوف هل هي مناسبه ليك ولا لا. ده لو انت بتبدا لسه مش عارف حاجه خالص. شوف اي فيديو مثلا بيخليك تعمل ابلكيشن او ويب سايت في وقت قصير، مش ضروري تبقى فاهم كل حاجه بس امشي وراه ستيب باي ستيب، شوف هيطلع معاك الريزلت اللي طلعت معاه ولا لا. شوف انت انترستد ومهتم تشتغل في حاجه زي كده ولا لا. ليه؟ لان المجال في ناس كتير المجال بيشدها
بس بعد ما تدخل، بعد ما تبذل مجهود، بتكتشف انه لا، انا مش المجال ده مش بتاعي، مش ليا خالص. فلو عرفت ده بدري طبعا توفر على نفسك مجهود. لو لقيت انه لا، انت انترست في الموضوع ده، هيبقى اسهل بالنسبه لك ان انت تكمل، حتى لو قابلتك مشاكل، حتى لو لقيت صعوبه، حتى لو لقيت توهان شويه. فدي تاني حاجه. خلينا نقول انه حاول تتعلم ازاي تتعلم. في كتب عامه وحاجات كتيره بتتكلم في الموضوع ده، لكن الفكره او الخلاصه ان انا ابقى عارف انا عارف ايه، ابقى عارف انا اتعلمت ايه وايه اللي ناقصني. حتى لو انا مش فاهم حاجات كتير، انا عارف دلوقتي ان انا بتعلم فرونت اند وان في حاجه اسمها باك اند، فكون ان انا عارف ان ده موجود في حد ذاته يخليني عارف في الطريق اللي انا راسمه او في الحاجه اللي انا عايز اوصل لها انا مكاني فين. مش عايز الواحد او ما ينفعش الواحد يبقى بيوفر سيل نفسه على انه عارف كل حاجه طالما اتعلم حاجه في المجال او بقى شاطر في حته معينه. لا، كون ان انت عارف ناقصك ايه ده هيخليك تتطور في المجال بشكل كبير جدا. في نفس الوقت لازم الواحد يبقى برضو شجاع شويه على انه ياخد تشالنجز في المجال ده. لانه عارف المجهول دايما بيبقى مخيف شويه. لو حاجه انا ما اعرفش عنها حاجه، حتى لو انا شغال في المجال عامه وفي تكنولوجي جديده ظهرت في فيلد معين انترستد فيه، كون انا ما اعرفش عنه حاجه، بقى الموضوع يعني في رهبه كده شويه. فلا، ده طبيعي انها تبقى موجوده عند الواحد، لكن لازم الواحد يكسرها ويحاول ويجرب ومش هيخسر حاجه. فاللي انا متخيلاه انه مثلا واحد فول ستاك، واحد سوري فرونت اند او باك اند، الموف بتاعته للفول ستاك مش محتاجة يقعد يفكر أنا جاهز ولا مش جاهز. هو أنت أول لما هتلاقي نفسك بتعمل أكتر من الديوتيز اللي عليك في الشغل أوتوماتيك هتستوعب، لا، وتلاقيها بتخلص وبيتم إنجازها والناس بتابريشيت الإفورت اللي أنت بتحطها، هتلاقي نفسك عارف إن أنت ممكن تموف للحتة اللي بعدها. صح، لأن هو برضو الموف تو فول يعني فول ستاك رول هو جرادوال شوية، هو مش حاجة يعني قاطع كده. لازم الواحد الاول شغال في فرونت اند او باك اند، وبعدها بالتدريج بيبدا يتعلم من الحته اللي ناقصاه شويه بشويه. ممكن في نفس الشركه اللي هو شغال فيها، في نفس البروجكت اللي هو شغال فيه، او يروح حتى على شركه جديده كفول ستاك انجينير بس هو اوريدي عنده اكسبيرينس. انا برضه عايز اقول لك حاجه، يعني هو الفرونت اند والباك اند هم فعلا مجالين ورولين مختلفين، بس هم في الاخر الاثنين زي المثال اللي قلناه، هو لاعب كوره، هو بيلعب في مركزين بس هو في الاول والاخر لاعب كوره. فلما يبقى عنده خبره، عنده ماتشات، يعني حضر ماتشات، لعب ماتشات كتير، فهو عارف يلعب كوره. في فرق ما بين المراكز المختلفه، بس يعني وجود الخبره اللي عنده دي في مركز من المركزين بيساعده، صح، وبيخليه هو نفسه عارف اذا كان مستعد العب في المركز الثاني ولا لا. فحته انه يعني هو احنا بدأنا كلامنا من غير ما نسأل سؤال ولكن الحته اللي احنا بنتكلم عنها انه مفيش طريقه تقول بيها انا جاهز اتحرك لحته الفول ستاك غير ان انت تكون جربت بايدك في البوزيشنز اللي قبلها، عشان برضو الناس تبقى فاهمه احنا بنتكلم عن ايه بالظبط. فانا عشان يبقى عندي حد فول ستاك، انا عايزه يبقى عنده اكسبيرينس وشاطر في فرونت اند او باك اند، وذاكر او عنده معلومات او حضر نفسه للجزء اللي ناقصه. تمام، ده كده بالنسبه لي حد ريدي فول ستاك، مش مستني ان هو يبقى 100% هنا و100% هنا. صح. بالنسبه للناس اللي لسه متخرجه من الجامعه او بيشفت الكارير بتاعه، هيبقى اول تعامل بينه وبين البروجكتس هي اللحظه اللي اتعلم فيها وخلاص هيجرب. الشخص ده بيبقى عنده على طول معضله، البيضه ولا الفرخ. هروح الشغل الاول اتعلم هناك واجرب بايدي، ولا هروح هبقى مجرب وهم يشغلوني، وانا لو هجرب في ايه؟ طول الوقت في المعضله بتاعت هتجيلي بخبره وانا هجيب الخبره منين؟ فهو يجيب الخبره منين علشان يقدر يبقى موجود في الشغل؟ هي دي مشكله عامه بتواجه فعلا الفريش جرادز جدا، ولان الشركات برضو بيبقى عايز حد جاهز يجي يشتغل. والمجال مهما كان الواحد محضر له، يعني مهما كان الواحد مثلا مخلص دراسه جامعه او واخد دبلومه مثلا في المجال، او اونلاين زي ما دخل اونلاين اكاديمي مثلا وخلص باث معين، هو ستيل ما عندوش
اكسبيرينس فعليه ريال وورلد ورك اكسبيرينس يعني. فهي الشركات لو هتهاير فريش جرادز او حد ما عندوش اكسبيرينس مستنيه منه ايه؟ مستنيه منه، مش مستنيه منه ان هو يبقى اكسبيرينسد، يبقى يعني بيجاوب على كل الاسئله بقى في الانترفيو وفاهم كل حاجه ومذاكر كل حاجه، لا. بس الحاجات اللي هو ذاكرها، الحاجات اللي هو اشتغل عمل بيها بروجكتس قبل كده، يبقى فاهمها كويس. فانا لو عندي حد فاهم 1 or 2 تكنولوجيز بس فاهمهم كويس جدا، احسن بكتير من حد يجي يقول لي والله يعمل لي سي في طبعا كبير طويل عريض فيه سكيلز كتير جدا، ولما نيجي نتعمق في كل تكنولوجي او في كل سكيل شويه الاقي لا، انه معرفته سطحيه بكل حاجه. فده اللي بيبقى عندنا عامل مشكله. طيب حاجه زي دي اطورها ازاي؟ لانه انا حتى علشان اطور خبرتي انا ممكن اقعد اذاكر بس المذاكره ملهاش اخر، صح. فانا محتاج اشتغل. طيب انا مش لاقي حد دلوقتي بيهاير او مش لاقي بوزيشن مش محتاج اكسبيرينس خالص. اوكي. ميزه المجال عندنا انه ممكن الواحد يعمل بروجكتس او اجزاء من بروجكتس لوحده، سواء كفريلانسر ولقى حد عنده فكره حاول يطبق الفكره دي، اوكي، سواء بيجرب مع نفسه او لا هو فعلا خد بروجكت من حد بحيث يعمل البروجكت ده. اوكي. فده اوبشن 1 اللي هو الفريلانسنج اللي كنا اتكلمنا عليه من شويه، يعني في حد عايز يعمل بروجكت فانا هاخد البروجكت ده اعمله. اوكي. او ان انا بجرب مع نفسي بالتكنولوجيز، بشوف ايه مشاكل، عندي فكره معينه وبحاول اطبقها في بروجكت مع نفسي وبتعلم تكنولوجي جديده فيه. اوكي. نعمل جيت هاب ريبوزيتوري. جيت هاب عامه ده ويب سايت بعرف ان انا احط عليه الكود بتاعي، بعرف اكتب عليه دوكيومنتيشن بحيث اعرف اعرضه لاي حد زي بورتفوليو كده، بس بالنسبه للسوفت وير انجينيرز يعني. اوكي. اعمل جيت هاب ريبوزيتوري، اي حاجه انا بجربها اي بروجكت بعمله احطه على الجيت هاب ريبوزيتوري ده. من ناحيه انا بتعلم بمارس، ومن ناحيه لما اجي اقدم في مكان اقول له والله انا عملت كذا كذا كذا، عندي بورتفوليو اوريدي جاهز. فاهمه قصدك. ده مهم جدا جدا بالنسبه للفريش جرادز وبالنسبه للناس اللي ما عندهاش اكسبيرينس في شركات في الاول عشان تبدا. هو انا عايز اقول لك حتى لو هو اشتغل في شركه من غير جيت هاب ومن غير ما يحسوا ان هو بيابديت البروجكتس بتاعته ممكن اصلا ما يعديش السكريننج، اسبيشلي لو هو بيقدم على حاجه بره. بيختلف الموضوع على حسب الاكسبيرينس اللي عند الشخص. يعني انا حاليا مثلا لو دخلتي شفتي الجيت هاب ريبوزيتوري عندي هتلاقيه فاضي. ليه كده؟ طيب فاضي كمان. هقول لك ليه. انا بقالي في المجال حوالي 8 او 9 سنين دلوقتي. اوكي. معظم شغلي كان لشركات، هي شركات كبيره بس هي شركات مش مسموح لي ان انا اخد كود ولا اجزاء من الكود، صح ولا صح افكار من صح. الكود بره. بس بتعمل يعني صح. اوكي. وفي نفس الوقت انا الفوكس في البروجكتس اللي كنت بدخل فيها عالي جدا، فانا طول ما انا شغال في بروجكتس انا مش بعمل حاجه بره. اوكي. لو في فتره مثلا في شركه من الشركات كنت شغال فيها كنا بناخد بروجكتس كتير بس في بينها فترات، في الكيس دي فعلا كنت بشتغل انا مع حاجات. لكن لو جيتي تشوفي اكروس 8 سنين او 9 سنين اكسبيرينس دي مش هتلاقي في حاجه في اخر 5-6 سنين مثلا. اوكي. فده بيبقى مفهوم اكتر لما الواحد يبقى عنده اكسبيرينس. اوكي. وفي نفس الوقت التخصص بيزيد قوي برضو. انا مش يعني علشان اقول لحد انا عندي في بورتفوليو عندي بروجكت وانا 8 او 9 سنين اكسبيرينس محتاج اعرض البروجكت ده، لازم يبقى بروجكت كبير قوي، لازم يبقى اكشولي اتس ستارت اب او اتس فول بروجكت او اتس حاجه فعلا ملموسه، حاجه فعلا ريل لايف موجوده. فاهمه قصدك. فهو ده مهم جدا للي بيبدا. هو انا بشكرك جدا جدا على الحلقه العظيمه دي، والله انا اتبسطت. أنا واتمنى الناس فعلا تستفيد منها. هستأذنك لو حد طلب مننا لينكد ان اكاونت بتاعك فور يعني عايز يسأل أسئلة أو حاجة هنحطه في الكومنتس لو ده مناسب ليك. أكيد طبعا. أوكي. ميرسي جدا يا فادية. العفو. أنا برضو اتشرفت بيه جدا، مبسوط بالكلام جدا، وأتمنى يعني إنه الكلام كان واضح ومفصل شوية. أنا عارف إن في حتت ستيل ممكن تبقى يعني مش هقول ضلمة بس حتت مش واضحة قوي، لكن هسيب طبعا لينكد ان اكاونت وخلينا نشوف يعني لو اي حد طبعا عايز يتواصل في نقط معينه عايز تفسر عنها محتاج تفصيل اكتر في نقط معينه تمام، دي حاجه مرحب بيها جدا يعني. شكرا جدا جدا ليك يا محمد. ميرسي جدا يا فندم. دي كانت حلقتنا من لانش بريك عن الفول ستاك انجينير.
لو انت عايز تعرف اكتر عن الفول ستاك او عن اي مجال تاني تكنيكال ممكن تبعت لنا في الكومنتس. لو عايز تشوف حلقاتنا الجديده ممكن تعمل لنا فولو او سبسكرايب على البلاتفورمز المختلفه بتاعتنا، وقول لنا ايه الحلقات اللي حابب تتابعها او المجالات اللي انت حابب تعرف عنها اكتر. انا فادية صالح وده لانش بريك.